بص يا صديقي، عاوز اقول لك اني جايب لك النهارده حكايه اسطوريه، حاجه خرافيه، هتشوف متعه ما شفتهاش قبل كده. فعاوزك تنسى اي حاجه شفتها قبل كده وتركز معايا عشان احنا داخلين على شغل فاخر من الاخر. وطبعا قبل ما نبدا ما تنساش يا صديقي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا نبدا حكايتنا. ده هو نور بطل حكايتنا، طفل فقير عايش حياته مع امه المريضه، وفي يوم من الايام بيدخل على امه، بس خلاص قد دقت ساعتها وامه قد فارقت الحياه. ونور زعل جدا ودفنها جنب قبر ابوه. وبتمر الايام، وفي اليوم ده نور بيشوف كتاب عن المغامرين وبيفتكر ان ابوه كان مغامر، فقرر هو كمان يبقى مغامر ويبقى قوي ويحمي الضعفاء. وبيخرج لاول مره من منطقه بيتهم وبيوصل اخيرا للمملكه، وبعدها بيروح على طول لنقابه المغامرين. فمدير النقابه بيقول له انت عبيط يا ابني، انت لسه صغير. فبيقول له مالكش دعوه، ونور بيعرف عن نفسه. والمدير بيقول له طب لازم الاول تروح لاكاديميه السحر والمبارزه او اي تخصص تحبه، واول ما تتعلم مهارات مختلفه تعالى وقدم تاني. وبيروح نور بسرعه لمدرسه المبارزه وبيتدرب كتير جدا، وكل الموجودين بيخرجوا مهاراتهم ما عدا نور. ومعلم المبارزه بيقول له خلاص كفايه يا نور، مفيش فايده من كتر تدريبك ده، جرب تتعلم حاجه تانية. وبعدها بيروح لمدرسه المحاربين، ومع كل تدريبات الشاقه ما اكتسبش اي مهارات للاسف. وكذلك لما راح عند مدرسه الرمايه وبرضه ما اكتسبش اي مهارات. وبعدها بيروح مدرسة الجواسيس وبيفشل برضه، وكذلك مدرسة السحر وبرضه مدرسة الشفاء. كل المعلمين قالوا له نفس الكلام، للأسف انت مش موهوب يا نور. وبيكون كل اللي اتعلمه نور في الشهور دي كلها هي اقل مهارة من كل فئة. وبيروح لمدير النقابة، والمدير بيتفاجئ جدا، ازاي مع كل تدريب ده ما اكتسبتش اي مهارة، ومهاراتك الاساسية دي مش كفيلة انها تخليك مغامر. وللأسف يا نور احب اقول لك مالكش مكان هنا. ونور بيمشي محطم القلب، بس معقولة خلاص كده نور هيقبل بالوضع ده؟ لا والله، نور بيرجع للغابة اللي قدام بيته وبيعمل سيف وبيتدرب على مهارته الأساسية، وبالأخص مهارة الصد الأساسية اللي عنده، على أمل يكتسب مهارة جديدة. وبعد سنة من التدريب ونور بيعمل نفس الحاجة كل يوم وكل ساعة، نور بيتطور في مهارة الصد بس لسه ما اكتسبش أي مهارة. وبتمر السنين والسنين وقوة نور بتزيد بشكل مرعب جدا، بس لسه ما اكتسبش أي مهارة لحد دلوقتي. وأخيرا بعد 14 سنة نور بيجرب قوته، وبتلويحة واحدة بس من سيفه بوم بيزلزل الغابة كلها، وقوته بقت مرعبة جدا يا جدعان. بس مع كل ده وما اكتسبش اي مهارة جديدة. وبعدها بيروح نور للنقابة وبيحاول اخر مرة وبيكتب مهاراته للمساعدة، وبيكون عنده المهارات الاساسية لكل فئة زي التفادي والتعزيز الجسدي والصد ورمي الحجر واللهب الصغير والشفاء المنخفض. مهارات كلها اساسية واضعف مهارات، ده حتى الطفل الصغير عنده المهارات دي. وبتقول انا اسفة جدا بس دي ما تأهلكش انك تبقى مغامر حتى من اقل فئة. وبتقول له طب ما تجرب تروح مدارس السحر والمبارزة وتتعلم مهارات. فبيقول لها رحتها كلها. فبتتصدم، ازاي استحملت تدريب في كلهم وازاي ما حصلتش على مهارة واحدة. وبتعتذر له. وفي الوقت ده بيجي واحد وبيقول له يا عم مش قالت لك مش هينفع تبقى مغامر؟ وبيكون ده مدير النقابة. ونور بيقول له ياه انت فاكرني؟ وبيفتكروا فعلا، ياه يا نور انت كبرت قوي. وبيتكلموا مع بعض، والمدير بيقول له في الحقيقة في طريقة ممكن تبقى بيها مغامر. وبيقول له ان اعلى رتبة هي اس واقل رتبة هي اي، بس في رتبة قليلة جدا وهي رتبة اف، بس غير مسموح ليك بالقتال ولا اي حاجة. وكل المهام اللي هتاخدها زي مثلا تنظف لحد حاجة او تساعد العمال كده يعني. وما انصحكش بصراحة بحاجة زي كده، بس نور بيفرح وبيوافق، وكل اللي عاوزه هو انه يبقى مغامر حتى لو هيبقى اقل مغامر في المملكة. وده اللي بيحصل فعلا. وبعدها نور بيروح ويساعد الناس. وفي يوم من الايام بيكون نور بيساعد عاملين في البناء، وفجأة بيسمع صوت واحدة حد يساعدني ارجوكوا. وهو بس اللي بيسمع الصوت ده، وبيجري بسرعة على الكهف وبيلاقي بنت متكتفة ووحش عملاق ومرعب جدا. وبيروح لحارس وبوم بيفرتكه في لمح البصر، وبيروح للي بعده وبيقتله، والحراس بيهجموا عليه كلهم وبوم
بيقتلهم في لمح البصر. دي مجزرة يا جدعان. ونور مصدوم جدا من بشاعة المنظر اللي شايفه، وبيتبقاش غير البنت والوحش. خلاص هيقتلها، بس في اللحظة دي نور بيتحرك وبيرمي حجر على الوحش، والوحش بيجري عليه، ونور بيجري وبيلهي الوحش عن البنت. بس الوحش خلاص هيجيبه وهيسيبه، بس فجأة نور بيلف وبيستخدم مهارة الصد، وبوم الوحش بيترزع في الجدار، والوحش بيهجم عليه تاني بسلاحه، بس نور بيتصدى ليه. ونور بيقول ايه كل القوة المرعبة دي؟ ضربة واحدة منه وهموت، حتى لو عندي فرصة اهجم عليه. انا ما عنديش اي مهارة هجومية، كل مهاراتي ملهاش فايدة. والوحش بيزهق من نور وبيجري على البنت وخلاص هتموت، بس في اللحظة دي بيتحرك نور بسرعة جبارة وبيظهر فجأة قدام الوحش وبيتصدى لهجوم الوحش وسيفه بيتكسر. ونور بيقول حتى ولو ما كنتش قوي وما بقتش مغامر هساعد اي حد محتاج مساعدة. والبنت مصدومة ومش قادرة تتكلم من قوة نور المرعبة، والوحش بيهجم على نور، بس نور بيتصدى ليه بسيفه المكسور، وبوم بيرد سلاح الوحش وبيطير رقبته وبيموت الوحش. والبنت بتشكر نور وبتسأله عن اسمه، بس نور بيقول لها حد مش مهم. وبيمشي نور وبيقول لنفسه مستحيل، انا ضعيف جدا، كنت هموت قدام اقل وحش، وانا اللي كنت مفكر نفسي هقدر اسافر. بس ده اللي نور مفكره، انما الحقيقة ان ده مش مجرد وحش ضعيف زي ما نور مفكر، لا ده وحش اسطوري اسمه المينيتور، والوحش ده قادر انه يدمر جيش كامل. ونعرف ان البنت اللي نور انقذها اسمها لين، ودي تكون الاميرة وبنت ملك المملكة، وده اخوها الامير رين. وبتوصل له تقارير الحادثة اللي حصلت، وبيقول ازاي ظهر وحش مرعب زي ده هنا، وبيقول بس اكيد المؤامرة دي من امبراطورية ديرداس، ودي المملكة اللي بتحاربهم. والامير بيقول بس الاغرب من كل ده الشخص المجهول اللي انقذ لين وقضى على وحش جبار زي المونيتور بضربة واحدة، لا وكمان الفايلق السري تتبعه، وفجأة فقدوا اثره وكأنه اختفى من الوجود. انا مش مصدق ان في شخص بالقوة المرعبة دي وما نعرفوش. اوبا نور مدغدغ الدنيا وهو ولا داري باي حاجة، ولسه مفكر انه قتل وحش ضعيف. وبيمر الوقت وهنا نور بيروح لمدير النقابة، والمدير بيقول له كويس انك عايش، ده بيقولوا ان في وحش خطير جدا ظهر في كهف قريب من المكان عملك، وبيقولوا ان ظهر شخص قوته جبارة جدا وقتل الوحش وبضربة واحدة كمان. فنور بيقول ده شكل المقاتل ده قوته كبيرة قوي بقى، وكل ده ونور ما يعرفش ان هو الشخص ده. وفي الوقت ده بيظهر حد وراه وبتقول اخيرا لقيتك، والمدير بيتصدم الاميرة لين ايه اللي جابها هنا، وبتكون دي الاميرة اللي نور انقذها وبتشكره على انقاذها، وبتقول له انا لقيتك عن طريق مهارة التتبع بتاعتي، بس طبعا كل مهاراتي دي ولا حاجة مقارنة بحد بقوتك الجبارة دي. ونور مش فاهم اي حاجة من كلامها، وكل الناس بيقولوا مش معقولة هو ده الشخص اللي قتل الوحش الاسطوري. والمدير مصدوم صدمة عمره، معقولة نور بالقوة الجبارة دي؟ وبعدها الاميرة بتاخد نور وبيمشوا، وبتشكر نور مرة تانية وبتقول له اللي انت عملته ده انجاز عظيم جدا، ده انت مش انقذت حياتي بس، لا انت انقذت حياة مئات من سكان المملكة دي. ونور ولا فاهم اي حاجة، وبتكون الاميرة مصرة انها تكافئ نور، وبتقول له ان ابوها طلب انه يشوفه بنفسه، وبتقعد تزن عليه. فنور بيروح معاها وبيدخلوا القصر الملكي، والاميرة بتقول لنور ان اسمها هو لينبرج بس الاختصار لين. وكل ده ونور ما يعرفش انها اميرة ولا هو دلوقتي في قصر ملكي. وفي الوقت ده بتقابلهم واحدة اسمها انس، ولين بتعرفها على نور وبتشكره على انقاذ لين، وبعدها بتكون واخداهم للملك، وبيقابلهم شخص وبيرخم على نور وبيقول مين ده، ونعرف ان اسمه جيليبرت واحد من اقوى المحاربين في المملكة. وانس بتقول له ان ده المقاتل اللي انقذ لين، فبيضحك وبيسيبه وبيروح معاهم. وهنا بيكون الامير رين واقف بيكلم ابو الملك، وبنعرف ان في مفاوضاتهم مع حاكم مملكة ديرداس حصل خلاف بينهم، والحاكم ده هددهم وقال له هتندم على رفضك لعرضي. والملك بيقول قريب جدا هتحصل حرب ضخمة جدا ولازم نستعد لها بكل قوتنا. وفي الوقت ده بتدخل لين والباقي، ولين بتعرف ابوها واخوها على نور وبتقول لهم هو ده اللي انقذني. والملك بيسلم عليه وبيشكره وبيقول له قول لي عاوز ايه كمكافأة، فلوس، اراضي، قول اللي نفسك فيه. بس نور بيقول له لا مش عاوز حاجة. والملك بيتفاجئ وبيقول له طب عاوز ايه؟ كهف مليان كنوز، فمملكتنا تمتلك اقدم دنجون في العالم، والدنجون ده كهف كنوز، لو عاوز كمان ممكن اديك نص كنوز دولتنا. فالامير بيقول له يا ملك بس ده كتير قوي، ولسه ما كملش كلامه نور بيقول لا انا مش عاوز حاجة. فبيتصدموا، والملك بيبص على كرسي العرش وبيروح وبيشتغل سيف عملاق جدا كان محطوط هناك، وبيقول له طب اقبل الهدية دي مني. وبيكون السيف ده اسطوري وده الرمز والكنز الاعظم للمملكة. والامير بيقول بس يا ملك
السيف ده مفيش حد غيرك يقدر يشتاله، وبيديه لنور. وفجأة نور بيحس بتقل السيف ده وقوته المجنونة، والملك بيضحك وبيقول له طب جرب تلوح بيه كده يا نور. ونور بيفعل التعزيز الجسدي، وبوم بتلويحة واحدة بس بيهز القصر كله وكلهم بيتصدموا. والملك بيضحك بعلو صوته وبيقول انت قدرت تلوح بيه وبالقوة المرعبة دي كمان، ده مع اني اقوى واحد في المملكة والوحيد اللي قادر اشتري السيف ده، ما قدرتش اشتاله بايد واحدة زيك كده. اوبا شكل السيف ده قوته اسطورية بجد يا جدعان. وبعدها نور بياخد السيف معاه وبيمشي، وفي الوقت ده انيس بتوقف نور وبتشكره على انقاذ لين، وبتعرف عن نفسها ونعرف انها قائدة الجيش الملكي، وكمان تلقب بالدرع المقدس، ودرعها هو اقوى دفاع في المملكة بالكامل. لا وكمان يعتبر درعها قادر على قطع اي حاجة ايا كانت قوتها. واخيرا هي من اقوى محاربي المملكة، وبتسأله عن اسمه فبيقول لها نور، فبتتصدم جدا وكأنها سمعت الاسم ده قبل كده. وبعدها بتمشي ولسه نور بيلف وشه بيلاقي قدامه المقاتل جيليبارت، وبيقول له تعالى معايا كده نلعب شوية. وبيروحوا لحلبة التدريب، وجيليبارت بيقول له وريني بقى تقدر تعمل ايه يا عم البطل. ونور بيقول لنفسه معرفش لو كنت هقدر اجريه بس هحاول. وكل اللي واقفين بيقولوا ده هيواجه القائد جيليبارت، عاوز يموت ده ولا ايه؟ وبيبدأ النزال، وجيليبارت بيهجم بسرعة بس نور بيتفاداه، وبيهجم عليه بضربات كتيرة بس نور بيتفاداها بكل سهولة. ونور بيقول لنفسه ايه الدقة دي كلها؟ اكيد الشخص ده قوي جدا بس ليه هو بطيء قوي كده؟ فنور بيقول له انا عارف انك حذر بس ما تكبحش نفسك للدرجة دي، قاتل عادي. فجيليبارت بيخرج قوة كبيرة جدا وبيهجم بسرعة هائلة جدا وبضربات كتيرة جدا، بس على مين يا معلم؟ نور بيتفادى كل ضرباته ولا كأن خصمه ما بيتحركش اصلا. وجيليبارت مصدوم، ازاي مش قادر اصيبه؟ وبيهجم بقوة اكبر وخلاص هيسيب نور، بس لا يابا نور بيتفاداه بكل سهولة. ونور بيقول له انا هقدر اكمل كمان، زود من سرعتك اكتر. وجيليبارت بيتصدم وبيشيط غضبا لانه كان بيهجم باقصى سرعته. ونور بيقول لنفسه معقولة تدريبي جاب فايدة وانا بقيت قوي؟ ولسه ما كملش كلامه جيليبارت بيهجم باقصى قوة عنده، هجوم فتاك بكل معنى الكلمة، وخلاص هيسيب نور. وبوم فجأة بيختفي وبيظهر ورا جيليبارت، ونزلت كالصاعقة على جيليبارت. الولد مش مصدق وكل الناس بيتكلموا مش معقولة ده تفادى هجوم القائد، ومش اي هجوم، لا ده الهجوم الاقوى في المملكة كلها. وبيكون جيليبارت محبط وزعلان جدا، وبنعرف انه شاب عبقري اتولد بمهارات خارقة وهزم كل المقاتلين في المملكة بل وكمان خارج البلاد، ملقاش حد ند ليه. بس دلوقتي ظهر اللي قدر يهزمه بل وبسهولة تامة وكأنه بيلعب مع عيل صغير. وجيليبارت بيقول لنفسه هجومي الاقوى سرعته اسرع من الصوت، لو اطلقته على اي بشري متأكد انه مستحيل ينجو، بس وانا بقاتل نور ده هجمت باقصى قوة عندي وفجأة لقيته واقف ورايا، حتى انا ما قدرتش اجاري سرعته المجنونة. لا وكمان نور بعد ما عمل كل ده انسحب ومشي، وكل ده عشان ما يحرجش جيليبارت قدام بقية المقاتلين. وجيليبارت حس بإهانة كبيرة قوي، بصراحة حقه، ده نور حطم كل اماله. وبعدها نور بيروح وبينظف المجاري بالسيف الاسطوري، يخرب بيتك يا نور. وبيمر الوقت وان نور بيكون قاعد في الغابة، وفي الوقت ده بتيجي لين وبتطلب منه انه يخليها تلمسته او حتى محاربة خادمة عنده، بس بيرفض وبيقول لها انا ما عنديش حاجة اقدر اعلمها لك. وبتقعد تزن عليه وبتقول له هقاتل في اي مهمه تكلفني بيها، حتى انا ممكن اثبت لك ان اقدر اقاتل. وبتخرج سحر جليدي قوي جدا، وفجاه بتخرج لهب مرعب لاقصى درجه، وبتقول له بقوتي اقدر اساعدك، وبتحاول تثبت له قوتها. ونور مصدوم من قوتها الهائله والمهارات اللي اول مره يشوفها، وكمان بتخرج سيف سحري وبتهجم بقوه مرعبه جدا. ونور بيقول لها خلاص كفايه، فبتفرح وبتقول له معنى كده ان انت قبلت؟ فبيقول لها لا، وبيقول لنفسه دي عندها قوه خارقة جدا انا ما بقدرش اعمل الحاجات دي، هعلمها ازاي ولا ايه اصلا؟ وبيقول لها انا مفيش اي حاجة اقدر اعلمها لك. فبتفكر انه قصده انها مش هتقدر تتعلم منه، وبتقول له بس قوتي تم الاعتراف بيها من اقوى المقاتلين والسحرة في المملكة كلها. فبيقول لها طب انا هفهمك، انت دلوقتي وريتيني حبة مهارات خارقة جدا وانا ما بقدرش اعمل غير ده. وبيوريها مهارة اللهب بتاعته، وكانت الصدمة، البت مش مصدقة وبتكون عرفت مين هو نور بالظبط، وبتقول
بتقول الطفل المعجزة. كلنا فكرنا انها حكاية خيالية، وبيكون المعلمين اللي نور راح لهم وحاول يتعلم من مدارسهم حكوا لكل الطلاب على حكاية نور. ولين بتقول الطفل المعجزة ما قدرناش نصدق ان في طفل قدر يتدرب في كل المدارس لمدة 6 شهور، حتى اقوى المقاتلين كانوا هيستسلموا بعد 3 ايام، فازاي طفل قدر يستحمل 6 شهور كاملين؟ وايوه الطفل المعجزة ده هو نور. ولين عرفت ده لما وراها مهارة اللهب بتاعته. وبنعرف ان الساحر اوكن واكبر شخص في المملكة وعمره يتعدى ال 200 سنة وراها في يوم من الايام حاجة اكتشفها، وهي ان المهارات الاساسية الضعيفة زي مهارة اللهب اللي كلنا عارفينها اكتشفت انها بالتدريب ممكن تبقى اقوى، وهو قدر يزود حجمها جزء صغير جدا. وقال لها بس حاجة زي دي مش مفيدة، لان انا بعد 200 سنة قدرت ازودها بالحجم الصغير ده. والصدمة الاكبر هو ان نور لما وراها اللهب بتاعه كان لهب كبير جدا واكبر باضعاف مضاعفة من لهب الساحر الاعظم في العالم اللي عمره اكتر من 200 سنة. وعرفت لين ان ولا هي ولا حد في العالم ده كله قريب حتى من قوة الطفل المعجزة نور. ونور قال لها دي مهارتي في السحر، وباقي الفئات زي العلاج وغيره زيها كده، وهو قصده انه بيقدرش يعمل اكتر من كده. بس لين عرفت الحقيقة، ومعنى كده ان نور اقوى شخص في العالم في كل الفئات. اوبا حرفيا قوة نور تخطت كل التوقعات. ولين بتقول انا في المستقبل هتولى الحكم مع اخويا رين، ولازم اكون قوية، وعشان كده انا لازم اتمرن تحت ايد الاقوى في العالم المعجزة نور. ومن الناحية التانية هنا الامير رين بيقول لنفسه يا ترى ليه ابويا ادى النور ده السيف؟ وبيقول السيف ده ابويا لقاه من زمن بعيد جدا في اعمق نقطة لقيناها في الدنجن الاسطوري، وعملنا عليه كل التجارب ومحدش قدر يخدشه حتى. بس ليه يا ترى كنز وطني بالشكل ده اداه لنور؟ معقولة يكون واثق ان نور ده هيفيدنا في الحرب؟ قوته كبيرة برضه، معقولة يكون في يوم من الايام القوة الاعظم في المملكة؟ وفي الوقت ده لين بتروح مع نور للنقابة وبياخدوا مهمة خفيفة كده، وهي قتل الغيلان. والغيلان دي من اضعف الوحوش. وبعدها بيروحوا وبيدخلوا الغابة وبيمر الوقت وما بيلاقوش اي غيلان خالص، وبعدها بيكملوا مشي. ولين بتحس ان في غول في مكان معين وبيروحوا المكان بس ما بيلاقوش حاجة، ولين بتستغرب جدا. بس في الوقت ده نور بيقول ثانية هو ايه اللي هناك ده؟ وبيكون غول متشرح بطريقة وحشية جدا. وفي اللحظة دي لين بتتصدم وبتفعل سحر الكشف، وفجأة بيظهر غول عملاق جدا، ولين بتتصدم اكتر. والغول بيصرخ بعلو صوته وبتخرج منه هالة مرعبة جدا، ولين متسمرة مكانها ومرعوبة جدا. ونور بيقول لنفسه مستحيل هو ده الغول، ده بيقولوا انه اضعف الوحوش وبالحجم المرعب ده. بس لا ده مش اي غول عادي. ولين بتقول مستحيل ده امبراطور الغيلان. ايه اللي جاب وحش بالرعب ده هنا؟ ده يعتبر تهديد كارثي على المملكة كلها. يا جدعان. وفي الوقت ده نور بيقول للين اهدي يا لين، خصمنا مجرد غول. فبتتصدم وبتقول المعلم نور عنده حق، لازم ما خافش. والغول بيهجم عليهم بسرعة كبيرة جدا، بس نور بيتصدى له وبيهجم على نور اكتر، بس بيصد كل ضرباته وبيبعده. ولين بتهجم عليه بسحرها بس ما بيأثرش فيه. والوحش بيرمي شجرة ضخمة على لين بسرعة كبيرة جدا وخلاص هتصيبها، بس لا يا معلم، نور بينقذها في اللحظة الأخيرة. والوحش قاعد يرمي في الشجر بس نور بيصد كل ضرباته. ولين بتبص على جروح الوحش وبتلاقيها اتعالجت كلها، وبتقول مستحيل حتى أباطرة الغيلان ما يقدروش يعملوا كده. وبتبص على راسه وكانت الصدمة، ده حجر السحر، ده بيمد بقوة هائلة جدا. الوحش ده لو انطلق على المملكة هيقتل كل السكان حرفيا. وبتقول لنور اننا لازم نتخلص من الحجر ده الاول. وفي اللحظة دي الوحش بيرمي شجر كتير جدا عليهم، بس لين بتستخدم قوة هجوم عندها وبوم بتعمل انفجار هائل جدا بس من غير فايدة، والوحش بيتعالج في لمح البصر. وفي اللحظة دي نور بيقول لها اسمعي يا لين، اطلقوا القوة دي على ظهري. فبتقول له مستحيل، انت مجنون، الانفجار ده قادر انه يمحي مدن كاملة في غمضة عين. فبيقول لها مالكيش دعوة، وبيحط السيف على ظهره. ولين بتسمع كلامه وبتطلق عليه قوة مرعبة جدا، وبينطلق نور بسرعة مهولة جدا وبينط عالي فوق الوحش وبوم بيصيبه بقوة كبيرة جدا وبيوقع الحجر منه. والوحش بيتألم جدا وكأن دماغه هتنفجر. ولين بتجيب الحجر ونور بيقول لها خلصي عليه يا لين، بس من غير ما يتألم اكتر من كده. وفعلا لين بتخرج سحر اللهب وبتبخر الوحش حرفيا. وبيمر الوقت وبيوصل خبر الحدث اللي حصل ده للامير رين، وبيقول مستحيل المرة دي كارثة جديدة واقوى واخطر من اللي قبلها. امبراطور الغيلان وكمان مزود بحجر السحر، شكل قوته كانت جبارة بكل معنى الكلمة. بس الصدمة الاكبر ازاي نور قدر على وحش بالرعب ده؟ شكل كده نور ده قوته هتفوق التوقعات.
غلط. وحراس النخبة بيقولوا للأمير احتمال كبير كل الكوارث دي هم اللي جايبينها، فبيقول لهم أيوة مملكة ديريداس. ومن الناحية التانية هنا نور ولين بيرجعوا للنقابة وبيقدموا تقريرهم للمدير، والمدير بيسأل نور بس حلو والله إنك قدرت تقتل غول ودي أول مرة تشوفهم حتى. فنور بيقول له أيوة كان صعب جدا، وصحيح أنت ليه ما قلتليش إن الغول عنده حجر سحري في دماغه وحجمه كان ضخم جدا؟ فبيتصدم وبيقول له حجر سحري إيه؟ مستحيل، أنت قتلت إمبراطور الغيلان وكمان مزود بحجر سحري؟ يا جبروتك يا جدع. نرجع تاني للأمير، هو واقف بيقرا التقارير وبيفكر وبيقول معنى كل اللي بيحصل ده يبقى العدو توغل جوه أراضينا. بلغوا كل القوات بالاستعداد وبلغوا الأساطير الستة بإنها حالة طارئة، والأساطير الستة دول هم المعلمين وأقوى المحاربين في العالم كله. والأمير بيغضب جدا وبيقول وبيزعق مستحيل، ليه إمبراطورية السحر واللي هي مملكة ديريداس بتعمل كده؟ وليه بيتمادوا للحد ده؟ وبالوحوش اللي بيرسلوها دي تقدر تعيش وتسفك الدماء في الناس الأبرياء في المملكة، مش فارقة معاهم حياة حد. وكل ده ليه؟ عشان ينهبوا ثرواتنا؟ معقولة دول جايين لبلادنا عشان يعيشوا فيها الفساد ويمحوها عن بكرة أبيها؟ يا جدعان شكل الحرب والخراب سيدق أبواب هذه البلاد. ومن الناحية التانية هنا لين ونور قاعدين ياكلوا، وفي الوقت ده بيدخل عليهم الأمير رين وبيقول لنور أنا بطلب منك طلب يا نور، عاوزك تاخد لين لمدينة في الجبال بكرة الصبح وبأسرع وقت، وهجهز لكم عربية وإنس هتيجي معاكم. وأنا آسف جدا بس ما أقدرش أقول تفاصيل أكتر، بس أنت الشخص الوحيد اللي قادر أثق في قوته. ونور بيوافق وبيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده، ونور ولين بيركبوا العربية فعلا وبيبدأوا رحلتهم. ولين بتكون قلقانة جدا لأنها حاسة إن في حاجة غلط، وبنعرف إن الأمير كلف إنس بمهمة سرية وهي إنها تاخد نور ولين بعيد عن المملكة، وده لأنها تحل كارثة قريب جدا عن المملكة وهتقوم حرب تسيل فيها الكثير من الدماء، فلازم أبعد أختي لين عن كل ده. ولو تلقيتي خبر سقوط المملكة خد لين واهربوا بعيد. وبيمر الوقت وبيقفوا يستريحوا، وإنس بتتكلم مع نور وفجأة بتوري له دراعها وبتقول له لو حصل أي حاجة مفاجأة تعالى واقف ورا الدرع ده، فهو بيتصدى لأي حاجة. وبنعرف إن إنس أول ما اتولدت اكتشفت إن عندها قوة غريبة جدا، والأساطير الستة اكتشفوها وعلموها إزاي تخرج قوتها، وبقوتها دي تقدر تعمل درع غير قابل للاختراق، وكمان ممكن تحوله لسيف يقدر يقطع أي حاجة. وبنعرف إن كمان إنها سمعت إن اسم نور ده قبل كده، عشان كده أول ما قال لها اسمه اتصدمت. وبيكون في يوم من الأيام كان فيه هجوم كبير جدا من وحوش الغابة وكل القوات بدأت تتعب من الحرب، وساعتها قائد القوات وواحد من الأساطير بيقول في الأوقات دي كنت أتمنى لو الطفل المعجزة نور موجود معانا. ده معلم القتال كان عارف إن نور قوته هائلة جدا، ومن يومها وإنس اتحفر في مخها اسم نور، وكانت طول حياتها عاوزة تعرف مين الشخص ده وقوته وصلت لفين. وبعدها بيكملوا طريقهم. نيجي هنا للمملكة اللي بينتشر فيها التفجيرات والدمار، وبتكون الحرب بدأت، والأمير بيصدر أمر بإخلاء كل المدنيين بعيد عن المملكة، واستدعوا كل القوات ويقتلوا كل اللي قابلكوا. وبيكون خلاص قد دقت ساعة الحرب، والوحوش تعيش الفساد في كل الجنود وبيقتلهم من غير رحمة. بس الأساطير الستة بدأوا القتال وبيساندوا كل القوات بكل قوتهم، والأوضاع موترة وصعبة جدا. والأمير بيقول للملك إن الأساطير الستة بدأوا القتال، فالملك بيقول له قصدك إن الهجوم أكبر من إن قواتنا تتصدى ليه؟ فبيقول له للأسف أيوة، واحتمال الهجوم يكون أقوى. يا جدعان الأوضاع خطيرة جدا في المملكة. نرجع تاني لنور اللي بيشوف حاجة غريبة وبيقول أنا حاسس إني شفت حاجة بتتحرك هناك، وبيكون فعلا في حاجة غريبة. ولين بتخرج سحر الكشف، وفجأة بيظهر تنين مرعب جدا ومعاه طفل، وبوم التنين بيصيب الطفل وبيجيبوا الأرض. وإنس بتتصدم مستحيل ده تنين الموت الأسود اللي جاب وحش بالرعب ده هنا. وبيكون التنين هيقتل الطفل، بس في اللحظة دي نور بينطلق عليه بسرعة، بس إنس بتزعق استنى التنين ده خطير جدا. والتنين بيكون هيقتل الطفل بس نور بيتصدى ليه، والتنين بيهجم بضربات كتيرة بس نور بيتصدى ليها كلها وبيحمي الطفل. وإنس بتقول للين انت اكيد خدت بالك الطفل ده هو اللي جاب تنين الموت لهنا، فبتقول لها مستحيل، انت قصدك ان الطفل ده من قوم الشياطين؟ وبنعرف ان دول نصف بشر ونص شياطين، وعندهم القدرة انهم يسيطروا على الوحوش والتنانين، وكل العالم بيكرههم. ومن 200 سنة البشر ابادوهم حرفيا، بس متبقي منهم اعداد صغيرة جدا. وإنس بتقول الطفل ده جاب التنين لهنا وكان موديه للعاصمة الملكية. فلين بتتصدم اكتر، وشكلي لما استخدمت سحر الكشف هو اتفاجئ وفقد السيطرة على التنين، مفيش فايدة من مساعدته، ده وحش. وغير كده ده غباء ان نور يفكر
بيفكر انه يقاتل وحش بالرعب ده، لا وكمان عشان حد ما يستاهلش ليه بيعمل كده. وبتقول لين هتروح وتساعد نور، بس اينس بتوقفها وبتقول لها خلاص فات الاوان، التنين ده دلوقتي هيبدا بنشر سم القاتل والقادر على قتل اقوى المقاتلين في العالم في غضون ثواني معدوده. وفعلا في اللحظه دي التنين بيهجم بكره كبيره جدا من السم، ونور بيصدها وبوم السم بيصيب نور، ونور بدا يفقد الوعي وقلبه بينبض بسرعه ومش قادر يحرك جسمه وبيقع على الارض. ولين مصدومه، واينس بتقول التنين ده بيجلب الموت لاي مخلوق يقابله، ومفيش حد في العالم يتجرأ انه يقاتله، ولو حد جاله جرأة هينتهي بيه المطاف مرمي في الارض ومصيره الوحيد هو الهلاك. ولين بتجري على نور، بس اينس بتمنعها وبتقول لها خلاص مفيش فايده، حتى اسطوره الشفاء من الاساطير الستة مش هيقدر يعالج نور، وانا لازم احميكي. وفي اللحظه دي التنين بيطلق كميه مرعبه جدا من السم في كل مكان، واينس بتفعل سحرها وبتخرج اقصى قوتها عشان تحمي لين، والسم بيقتل حتى النباتات والطيور، ما بالك بقى بالبشر اللي وسط كل السم ده. واينس بتقول انا اسفه يا نور، بس انا مجرد درع، وظيفتي اني احمي الاميره لين. بس في اللحظه دي قرن التنين بيطير، وكانت الصدمه نور لسه واقف على رجليه وبيقاتل، بس خلاص نور جاب اخره وبيقع مرمي في الارض. معقولة يا جدعان؟ خلاص دي النهاية؟ لا والله، نور بيفوق وكأن مفيش حاجة حصلت، وإينس ولين بيتصدموا ازاي، والتنين بيهجم عليه بس بينط في اللحظة الأخيرة. وفي الوقت ده نعرف إن نور من صغره وكان بيتعرض لحالات سم كتير، وقابل حيوانات وأكل مسمم كتير جدا، وكان كل يوم بيتأذى منهم. بس خلاص بعد السنين دي كلها وتعريض حياته للخطر في سبيل التدريب، أصبح مقاوم للسم بشكل كامل. حرفيا الطفل المعجزة يا جدعان. وفي الوقت ده نعرف برضو ان في امبراطورية السحر كانوا بيستعبدوا قوم الشياطين وبيعذبوهم اقصى انواع العذاب، وبيستغلوهم في قتل وسفك الدماء، ومع انهم مجبرين على ده ومش هم المذنبين والاشرار الحقيقيين، بس البشر كرهوهم وحقدوا عليهم وعاشوا حياتهم في عذاب، وتمنى كل منهم الموت والرحمة من العذاب ده. واول ما بدأت الحرب بدأت الجنود تأمر أطفال قوم الشياطين بأنهم ياخدوا وحوش وتنانين خطيرة للمملكة ويهددوهم بالضرب والتعذيب الشديد لو ما عملوش كده، ومفيش في ايدهم حاجة غير انهم ينفذوا الأوامر. والطفل ده فعلا كان واخد تنين الموت ورايح، بس فجأة حصل اللي حصل، والتنين كان هيقتله، بس فجأة ظهر نور قدامه وقاتل التنين. وفي لحظة انتشار السم الطفل كان خلاص هيموت، بس نور بيفعل سحر الشفاء على الطفل وبيعالج الطفل على حساب نفسه. والطفل كان مستغرب جدا ازاي الراجل ده بالقوة والطيبة دي، كم انت عظيم يا نور. ودلوقتي التنين بيهجم على نور بضربات كتيرة، بس نور بتصدى ليها كلها، والطفل مصدوم من قوة نور، ونور حرفيا نازل ضرب في التنين. بس في اللحظة دي التنين بيجمع اقوى واخطر انفجار من السم، وكلهم بيتصدموا بيخافوا جدا. بس على مين يا معلم؟ نور لديكم فلا خوف عليكم. نور بيهجم على التنين بقوة كبيرة جدا، وبوم التنين بينفجر حرفيا، وطبعا الصدمة والذهول تعلو وجه كل من في المكان. وبعدها نور بيروح للطفل، والطفل بيقول له على كل حاجة، وانه هو اللي جاب التنين ده لهنا وكان هيوديه للمملكة. فنور بيقول له بس انت جبته هنا ازاي؟ فبيقول له انه بيقدر يتحكم في الوحوش ودي قدرة اتولد بيها. فنور بيتفاجئ وبيقول دي قدرة قوية جدا. والطفل بيقول له انه من قوم الشياطين، بس نور ما بيكونش عارف مين دول اصلا. والطفل مستغرب ازاي الراجل ده مش بيكرهني. فنور بيقول له اكرهك ليه؟ هو انا اعرفك؟ والولد بيفتكر كل المعاناة اللي حصلت له قبل كده وبيتأثر بكلام نور وبيعيط. هو فعلا ممكن واحد زيي يكون لي لازمة؟ فنور بيحط ايده على دماغه وبيقول له ايوه طبعا اكيد ليك لازمة وتقدر تفيد ناس كتير في الخير. وفي الوقت ده اينس ولين بيروحوا لنور، ولين بتقول له انت كويس يا معلم؟ فبيقول لها ما تقلقيش انا مضاد للسم. فبيكونوا مصدومين جدا، ولين بتقول ازاي؟ مستحيل، ده تلقى السم المميت اللي مستحيل تقف حاجة في طريقه، وهو دلوقتي واقف عادي وكأن مفيش حاجة حصلت. معقولة يكون وصل للكمال في العلاج اللي وصل له معلم الشفاء، واحد من الاساطير الستة، بس ده خد من المعلم 40 سنة، ونور قدر يعمل كل ده في سن صغير. وبتكون منبهرة جدا من قوة نور. الى اي مدى وصلت يا معلم نور؟ ونور بيقول لهم خدوا الطفل ده عالجوه. فلين بتقول بس ده من قوم الشياطين. فبيقول لها
وفيها ايه يعني، وناخده معانا كمان في العربيه عشان اللي بعتوه هنا لو عرفوا اللي حصل اكيد هيقتلوه. وبيسالوه مين اللي كلفك بالمهمه دي وليه كنت مودي التنين ده للمملكه، فبيخافوا بيقول لهم معرفش حتى الطريق اللي جت منه بسبب انهم كانوا مغميين عيني. ونور بيساله عن اسمه فبيقول له اسمي رولو. ولين بتطلب من انس انهم ياخدوا رولو ده معاهم. وفي تلك اللحظات حد بيتكلم وبيظهر شخص مرعب جدا. غريبه يعني، ازاي انت لسه عايش يا طفل انت؟ ده كمان التنين الاسود مات. فنور بيقول له هو انت اللي كلفته بالمهمه دي؟ فبيقول له لا، انا قاتل مستأجر مش اكتر، وشكلك انت اللي عملت كده في التنين. فبيقول له ايوه في حاجه معلش لو كنت خلصت عليه. فبيقول له انت بتعتذر ليه؟ انا ما يخصنيش كل ده، انا كل اللي عاوزه هو الطفل اللي معاكوا ده، فهو يساوي كتير قوي. وفجاه بيختفي وبيهجم عليهم في لمح البصر، بس نور بيتصدى ليه وانس بتتصدم من سرعته، والقاتل بيبعد وبيهجم بسرعه على نور، بس نور بيتصدى ليه وبيتبادل ضربات قويه جدا، وبيختفي فجاه وبيهجم بسرعه، بس بوم نور بيكسر له سلاحه. ولين مصدومه. المعلم نور والقاتل ده بيتحركوا بسرعه مرعبه جدا، حتى مش قادر اواكب سرعتهم بعيني. والقاتل بيقول انت غريب قوي يا جدع، وبيهجم بسرعه كبيره جدا، بس نور بيتصدى ليه وبيهجم من فوق مره تانية، بس على مين يا معلم؟ نور بيتصدى لكل ضرباته، والقاتل بيبعد وبيقول انت رخم قوي يا ابني، بس خلاص لازم اطير راسك الاول. وبوم بيهجم على نور بسرعه مهوله جدا، بس نور بيتصدى ليه بصعوبه جدا في اللحظه الاخيره، وبيطير نور بعيد. ونور بيقول مش معقوله، القاتل ده مرعب وخطير جدا. بس في اللحظه دي سكينه القاتل بتتكسر، فبيخرج سكينه تانية وبيهجم بسرعه على نور وبضربات كتيره جدا، بس نور كان له بالمرصاد وبيهجم بضربات اسرع واسرع، ونور بيتصدى ليه بالعافيه. والقاتل بيقول انت بتموتش ليه يا جدع انت؟ وفي تلك اللحظه بيهجم بضربات جباره ومرعبه لاقصى درجه، لدرجه ان الارض كلها بتتهز من قوتهم. ولين بتقول مستحيل، قوتهم مرعبه جدا، مستحيل اقدر اقرب منهم. وفي اللحظه دي انس بتفعل دراعها قدام لين وبتقول خليكي حذره جدا يا لين، عشان اكيد الشخص ده يكون هو. فبتقول لها مين؟ الميت، كان مغامر من الرتبه الاسطوريه زادو الميت، وانقلب على المملكه وبقى بيتولى مهام غير قانونيه زي التدمير والقتل وغيره. وغير كل ده مقابل الفلوس، ومحدش في العالم قدر يوقفه، حتى الاساطير السته ما خاطروش بحياتهم وقتلوه. وعشان كده قضيته اتقفلت وسابوه طليق يعيش في البلاد الفساد، حتى انه وصل فساده وبطشه الى انه محى دوله كامله من الوجود، وقتل كل الناس الابرياء من غير ذره رحمه. زادو ده قوته مرعبه لاقصى درجه يا جدعان، ونور بيتصد لضرباته بالعافيه، بس في اللحظه دي سكينته الاخيره بتتدمر. وبيقول انا مستغرب جدا، انت غريب قوي، سكاكيني دي مستحيل تتكسر، وانت وسيفك الغريب ده كسرتوهم. انت مين يا جدع انت؟ بس ما تفكرنيش خلاص همشي، لا ده انت هتدفع تمن كسرك لسكاكيني دلوقتي. وبيرمي سلاحه في الهواء، وفجاه بتخرج قوه كبيره جدا، وبيظهر عدد مهول جدا من السيوف. فإنس بتتصدم، مش معقوله ده هيستخدم مهارته السريه. السيوف والانصال دي اول ما بتظهر بتسلب ارواح الاف من الاشخاص، هجوم فتاك قادر انه يقضي ويغتال اتخن مقاتل. ولين ورولو متسمرين من الصدمه. يا جدعان هتعمل ايه يا نور في المصيبه دي؟ ودلوقتي هتبدا المجزره، وبيهجم بكل الانصار على نور، ونور بيحاول يصد ليه، وبيروح عند رولو وبيتلقى الضربات مكانه، وبيقدرش يتصدى لكل دول وهو بيحمي رولو في نفس الوقت. بس في اللحظه دي بتتدخل انس وبتفعل درعها، وبتهجم بالدرع بسرعه كبيره جدا على زادو. بس الصدمه انه يتفادى دروعها بكل سهوله، وانس بتقول لنور انا هركز على الدفاع وانت خلص عليه. ونور ما بيكونش عارف يعمل ايه في كل الانصال المرعبه دي، بس بيشوف حراشف وانياب تنين الموت وبتجيله فكره وانه يرميها على الانصال ويكسرها، وبيخلي انس تفتح له حته من درعها، وبيستخدم سحر التحسين البدني، وقوته بتزيد بشكل هائل جدا، وبيرمي الحراشف بقوه، وبوم بتدمر انصال كتير جدا. وانس مصدومه ازاي بيقدر يعمل كده، ونور بيكمل وبوم بيدمر كل الانصال. ولكن في تلك اللحظه بيظهر زادو ورا انس فجاه وخلاص هيقتلها، وبوم سلاحه بيتكسر، ونور بيكسر له سلاحه وبيتصدى ليه بسرعه خارقه حرفيا. واوبا الصدمه تعلو وجوههم، وزادو بيبعد وبيقول مستحيل، ازاي كسرت السلاح ده وهو يعد من اقوى وامتن الاسلحه في العالم؟ وزادو بيغضب جدا وبيهجم بسرعه، بس نور بيتصدى ليه برضه. وزادو بيقول انت غريب جدا يا جدع انت، وقوتك اغرب بكتير، وكمان السيف اللي معاك ده ازاي ما اتخدش حتى؟ وخلاص زادو ادرك انه بقوته
طغيانه مش حاجة قدام جبروت نور، وبيقول انا همشي انا بقى عشان سمعت ان في حفلة جامدة قوي هتتم في المملكة بتاعتكم دلوقتي. وبيكون ماشي بس فجأة بيرفع حتة من انصاره وبيهجم بيها، بس خلاص يا زادو مش هتقدر تسد قدام بطلنا المعجزة نور. وخلاص زادو تقبل كل ده وبيمشي فعلا. ولين بتقول كان يقصد ايه بالحفلة اللي هتتم في المملكة؟ فنور بيقول لهم طب ما نرجع وخلاص. ورولو خايف جدا وبيقول لهم لا ما ينفعش ترجعوا المملكة. فبتقول له يعني ايه؟ فبيقول لها خلاص فات الاوان، الكارثة الاكثر رعبا في العالم قربت توصل للمملكة. ايه يقصد ايه يا جدعان؟ وثواني معدودة كفيلة انه يمحي المملكة عن بكرة ابيها. وسمعتهم بيقولوا ان تنين الموت الاسود مش ذرة حتى من قوة الكارثة دي. اوبا صدمة نزلت عليهم كالصاعقة. ولين بتقول لازم نرجع باسرع وقت، بس انس بتقول لا مش هينفع. وبتقول الامير رين امرني، ولسه ما كملتش كلامها. كنت عارفة انه قالك ان في خطر مرعب جدا بيهدد المملكة كلها، وطلب منك انك تاخديني بعيد مش كده؟ فبتقول لها بس انت عرفت ازاي؟ فلين بتقول ده اخويا وانا عارفة هو بيفكر ازاي. وبتقول لها بس ايه الفايدة لو نجينا لوحدنا وكلهم هلكوا وماتوا؟ فبتوافق انس، ورولو بيقول لهم انه هيجي معاهم ويقاتل ويساعدهم، وبعدها على طول بيركبوا العربية وبينطلقوا. ولين بتكون خايفة وقلقانة جدا، بس بتقول لنفسها بس انا مطمنة عشان المعلم نور قوته خارقة وجبارة جدا، قدر حتى انه يهزم زادو الميت اللي دمر دولة كاملة، وقدر يهزمه بسهولة. وفي تلك الاثناء كانت المملكة متدمرة حرفيا، والخراب منتشر في كل شبر في المملكة. وبيجي جندو وبيقول للامير انهم خلاص اخلوا جميع السكان بره المملكة ودوهم للمخبأ السري. والجندي بيقول له بس ما عادش فيه هجوم ولا اي حاجة من العدو. فرين بيقول مستحيل، اكيد هيهجموا بقوات اكتر واقوى ويستغلوا ان قواتنا متفرقة، بس المشكلة هنا هيبعتوا قوة من نوع ايه يا ترى؟ والضربة هيجيلنا منين يا ترى؟ من الشمال ولا الجنوب؟ او ممكن وبيبص رين في السماء بقوة، ايه اللي فوق ده؟ مستحيل، معقولة فوق السحاب؟ وبيستخدم سحر الكشف بسرعة. صدمة بكل معنى الكلمة، والجندي بيتصدم، هو ده تنين اسود؟ لا مستحيل، ده اكبر بكتير جدا، ده التنين الكارثة ملكة التنانين. لقد حلت الكارثة الاكثر رعبا في العالم. ومن الناحية التانية نور بيشوف التنين وبيقول ايه ده؟ وبيتصدموا كلهم. وهنا الامير مصدوم، مستحيل، هي امبراطورية السحر مدركين هم اطلقوا ايه؟ والجندي بيقول مش المفروض ان مر 150 سنة على نومه؟ ايه اللي صحاه دلوقتي؟ ايوه الاغبياء دول صحوه، ازاي يلجأوا الكارثة زي دي بسبب خلاف بينا؟ وفي اللحظة دي التنين بيرفرف بجناحاته والمباني بتتهز، لا وكمان الارض كلها بتتزلزل. والامير بيزعق اخرجوا كل السكان حتى من المخابئ وخلوهم يهربوا لابعد مكان ممكن، يلا بسرعة، ما تخليش اي حد في المملكة. والناس مرعوبين جدا وكل القوات مصدومة ومحدش عارف يعمل ايه مع الكارثة دي. وجيلبرت بيجري بسرعة عند الملك وبيقول له اهرب انت كمان يا ملك، عشان بظهور الكارثة دي مفيش قدامنا اي فرصة قدامه. فبيقول له كل اللي عليكم انكم تحموا الناس وبس وسيبوا لنا الباقي، فلسه قدامي حاجة اعملها. وهنا لين محبطة وزعلانة جدا، وإنس بتقول في خلال لحظات المملكة كلها هتمحى عن بكرة ابيها، واكيد هم دلوقتي بيخرجوا كل السكان بره المملكة. ولين بتقول وفي الحالة دي ابويا هيخلي نفسه درع ويضحي بنفسه. وكلهم زعلانين ومحبطين جدا عشان خلاص مفيش امل من النجاة. بس نور بيتكلم وبيقول هو ده بقى التنين؟ حجمه طلع ضخم جدا، دي اول مرة اشوف تنين. وكلهم بيستغربوا اول مرة ازاي؟ ما انت كنت بتقاتل من شوية التنين الاسود وبيكون كل ده ونور كان مفكره وحش عادي، يخرب بيتك يا نور. ونور بيقول هو ابوكي واخوكي لسه في المملكة يا لين؟ فبتقول له ايوه للاسف، بس خلاص فات الاوان. فبيقول لها لا فات الاوان ايه؟ لو جريت هلحق اوصل. فبيتصدموا ازاي يعني؟ فبيقول لها فاكره واحنا بنقاتل امبراطور الغيلان؟ وبيكون قصده على انها لما اطلقت انفجار الرياح في ظهره. وبتقول له بس عشان كل المسافه دي هحتاج ان اخرج اقصى قوه عندي، وده مستحيل بشري على وجه الارض يقدر يستحمل حاجه زي كده. فبيقول لها ما تقلقيش. وبتكون لين مصدومه جدا ان نور عنده كل الثقه دي، ولا كانه مش داخل على القوه والكارثه الاكثر رعبا في العالم كله، بس بتتشجع وبتضغط على نفسها. وفي الوقت ده بيكون الملك طالع البرج وبيفتكر كل كلامه مع ديريداس ملك امبراطورية السحر وتهديده ليه، وكان بيقول له تدمير مملكتك مفيش اسهل منه، بتقنياتنا وقواتنا اقدر امحيك انت وامتك كلها من على وش الارض وبضربة واحدة بس. واكيد ساعتها كان يقصد انه يطلق ملكة التنانين والرعب الذي يخشاه العالم كله. والملك بيقول لنفسه الحقير ديريداس ما توقعتش ان قلبه ميت
للدرجة دي، لدرجة انه يطلق كارثة زي دي ويسفك دماء كل الشعب الابرياء لمجرد بس انه ياخد الدنجون والكنز بتاعنا. بس عشان كده انا لازم اصلح غلطي. والملك طلع لقمة البرج وملكة التنانين بتقرب منه، وكأن مصير الملك وهلاكه يقترب منه بخطوات الكارثة الاخطر على وجه الخليقة. ومن الناحية التانية إنس بتعمل مسار لانفجار الرياح عشان تزيد من تركيزه وقوته، ولين بتفعل مهارات معززة كتير جدا لتزيد من قوة الانفجار اكتر. وحرفيا الهجوم ده قادر انه يمحي جبل كامل في غمضة عين. وبتطلق لين اقصى قوة عندها وبوم بيحصل زلزال مرعب جدا، ونور بيطير بسرعة مجنونة لاقصى درجة حتى انها تكاد تكون اسرع من سرعة الضوء. ومن الناحية التانية ملكة التنانين واقفة قدام الملك وبتستعد لهجومها، والملك بيتصدم وكل من في المملكة مش مصدقين. مستحيل، ده هجوم كبير والتنانين اللي احرق واباد قارات من مئات السنين، مستحيل. والملك بيضحك وبيقول انا كده كده هموت بس لازم اعلم عليك قبل ما اموت. وبيخرج سيفه وبيفعل مهارة غريبة ومرعبة جدا، وكل سكان المملكة بيتصدموا. وبتكون دي مهارة السيف المتفجر، والمهارة دي بتضحي بحياة صاحبها مقابل احداث انفجار جبار لاقصى درجة. بس حتى بتضحية الملك بحياته لن يكون كافيا لايقاف هذا الطغيان، وخلاص لحظاته هتكون النهاية. ولكن في تلك اللحظات حاجة بتخبط ملكة التنانين بقوة هائلة جدا وبتعكس اتجاه الهجوم. وايوه ها قد وصل اخيرا منقذ البشرية، الطفل المعجزة نور. والملكة بتقع على الارض وبتكون غاضبة جدا وبتكسر في اسوار المملكة وبتهجم على نور. بس على مين يا معلم؟ نور بيتصدى لهجومها. وفي الوقت ده بتوصل لين واللي معاها، بس فجأة بيقابلهم غيلان كتيرة ومرعبة جدا وبيقدروش يقفوا قدامهم، وخلاص الغيلان هتسيبهم. بس في اللحظة الأخيرة رولو بيسيطر عليهم وبيوقفهم، ولين بتفعل سحر جليد وبتجمدهم، وإنس بتظهر سيفها وبوم بتفرتكم كلهم. وفي الوقت ده الملكة غاضبة جدا وبتهجم على نور أكتر، بس الصدمة إن نور بيتصدى لكل هجماتها بسهولة. مستحيل مستحيل، إزاي الكائن الصغير والضعيف ده بيتصدى ويقف في وشي؟ أنا الملكة. بس مش مهم، والملكة بتطير عالي وبتقول دلوقتي انا هزيله من على وش الارض. مش معقول يا جدعان تكون هتعمل اللي في بالي. ايوه بتجمع قوتها وهتطلق هجوم نفس كبير والتنانين، ولين وانس ورولو مصدومين، وكمان الملك مش مصدق. لا، الهجوم ده هيكون بمثابة هلاك نور وهلاكنا كلنا. وبتهجم على نور بالقوة القادرة على محو قارات كاملة. معقولة خلاص دي النهاية يا نور؟ بس لا والله. نور بيتصدى للهجوم الكاسح والمدمر ده وبيعكسه فوق في السماء، والارض كلها بتتزلزل من الجبروت اللي بيحصل، والملك مصدوم صدمة عمره. مش معقولة، انها القوة الاعظم في العالم. وبوم الهجوم بينفجر انفجار هائل جدا في السماء وكله مصدوم. مش معقولة، ده صد نفس كبير التنانين. وفي اللحظة دي الملكة بتصول غضبا، ورولو بيقول كبير التنانين غاضب جدا. بس مش كده وبس، ده غاضب اكتر عشان نور مش واخده بجدية. ايه مستحيل، ده جنون يا جدعان. والملك متسمر من الهول والعظمة اللي شافتها عينه، بيقول كبير التنانين اكتر كائن على وجه الخليقة كبرياءه عالي جدا، وبالخصوص انه المعروف بالقوة الاعظم في العالم. بس من اللي انا شفته ده مستحيل نور هو. ايوه، وفي تلك اللحظات بتخضع ملكة التنانين امام القوة الاعظم في العالم بجد. لقد شاهد العالم خضوع الكارثة اللي ارعبت العالم كله لملايين السنين قدام المرعب والجبار نور. يعجز اللسان عن وصف هذا المشهد، لحظة شاهد فيها العالم أجمع سقوط كبير التنانين أمام الأسطورة الطفل المعجزة اللي كان في يوم من الأيام الأضعف على الإطلاق. ونور بيفتكر كلام أبوه ليه عن الأبطال واللي اتحدوا من آلاف السنين وضحوا بحياتهم للبطش بكبير التنانين وما قدروش يهزموه. والملكة بتحاول تقول حاجة لنور، ونور بيقعد قدامها وهو في ذهول واستغراب. معقولة أنا بقيت بطل من الأبطال اللي كنت بحلم بيهم؟ لا يا نور، فأنت أصبحت بطل الابطال وعملت اللي محدش قدر ولا حد هيقدر يعمله. وبعدها لين والباقي بيجروا على نور، ونور بيقول لرولو قول للتنين ده يرجع مكان ما جه. فكلهم بيتفاجئوا، وإنس بتقول بس ده خطير جدا، معقولة نسيبه كده؟ فبيقول لهم ايوه هو دلوقتي خلاص بقى طيب وانا قادر اشوف ده في عينه. ورولو بيروح فعلا وبيتكلم مع ملكة التنانين، والملكة بتقول له انها تنفذ اوامر سيدها. اوبا، دي خلاص خضعت وخلت نور سيدها بجد. لا ده حدث تاريخي ده يا جدعان. ونور بيطلب منه انه يرجع بسلام وما يقتلش البشر تاني، والملكة بتنفذ الكلام على طول وتحلق عاليا في السماء. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فجأة بيجي هجوم فتاك من بعيد جدا وبيصيب الملكة وبتقع مرمية في الارض. هو ايه اللي بيحصل بالظبط يا جدعان؟
جدعان، وبيكون اللي عمل كده هو الحاكم ديرداس، وجايب جيش هائل جدا ومعهم اقوى اسلحتهم ومدافعهم الخطيره جدا. يا جدعان، الالاف من الجنود ومسلحين باكتر الاسلحه تطورا في العالم، ومعاهم مدرعات وصواريخ مدمره حرفيا. اوبا، لقد حلت كارثه اخرى، بس المره دي هي من غدر البشر، ويا ويلك وسواد ليلك من غدر البشر في الحروب. وبنعرف ان قائد مجموعه النخبه قال للحاكم ديرداس انهم مش هيستفادوا حاجه من كل ده، واحنا كده هنبيد امه كامله من غير فايده. فديرداس راح وضربه. انت غبي، مش هسمح لاي دوله تتقدم وتتجرأ انها ترفض اوامري. يا جدعان، ديرداس ده طاغي بالمعنى الحرفي، حشد كل القوه دي عشان شويه كنوز. وفي الوقت ده لين والباقي بيشوفوا جيش امبراطوريه السحر، وديرداس بيشوفهم وبيقول لهم اهجموا على انيس الدرع المقدس بالصاروخ الاعظم. يا جدعان، ده نفس السلاح اللي هجموا بيه على كبير التنانين. وديرداس بيقول قد تكون انيس الدرع المقدس واحد اساطير هذا العالم، بس قدام سلاحنا الاعظم ستتبخر في لمح البصر. وبيجهزوا الهجوم، وبتتجمع قوه خطيره ومرعبه جدا، وبيطلقوا بقوه هائله لاقصى درجه. خلاص، معقوله انيس هتموت؟ وديرداس بيضحك، انها النهايه يا انيس. بس بوم، في اللحظه الاخيره نور بيتصدى الهجوم بكل قوه. يا فخامتك وجمدانك يا جدع. انيس متسمره من الرعب اللي شافته، حياتها كانت على بعد شعره واحده وتودع. وديرداس بيقول هو في ايه؟ فواحد بيقول له مش عارفين، بس احتمال ان الهجوم خبط في حاجه وتغير مساره. فبيقول لهم يا اغبياء، جهزوا هجوم تاني بسرعه. ونور واقف وبيقول هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه، وهي كل الجنود والاسلحه دي؟ فلين بتقول ده جيش امبراطوريه السحر، وهم جايين هنا عشان يبيدوا مملكتنا. وإنس بتقول خلاص يا لين، ما قدامناش حاجه غير الاستسلام، لازم نهرب من هنا باسرع وقت. ولين بتقول ايوه، لازم نرجع وناخد اخويا وابويا ونهرب بعيد. وبتسال نور وانت هتعمل ايه يا معلم؟ فبيقول لها ودي محتاجه سؤال يعني، يا جنونك يا جدع، ده عاوز يقاتل الالاف الجنود دول لوحده. فلين بتضحك وبتقول مش غريبه عليك يا معلم. وفي اللحظه دي بيهجموا بضربات كتيره جدا، بس إنس بتفعل سحرها وبتتصدى الضربات. ونور بيقول انا هروح واشتت انتباههم وانتوا هربوا بعيد. فلين بتقول له بس ده جيش كامل، وكمان ده الجيش الاقوى في هذا العالم. فلين بتروح لنور وبتكون هتطلق نفس الهجوم تاني، بس المره دي نور ما بيحطش السيف ورا ظهره. يا حلاوتك وجبروتك يا اخي. وفي اللحظه دي بيكونوا خلاص هيطلقوا الهجوم المدمر ده تاني، بس لين بتفعل قوتها وبوم، نور بينطلق بسرعه هائله جدا، بس بتقابله هجمات العدو. بس على مين يا معلم؟ بوم، نور بيفرتكم كلهم بضربه واحده، وبينزل على الارض وبينطلق بسرعه مرعبه جدا على الجيش لوحده، والجنود كلهم بيرفعوا اسلحتهم. بس بوم، نور بيطير سيوفهم كلها في الهواء وبضربه واحده، وبيتوغل وسطهم ويعيش فيهم الفساد، ومحدش قادر له، بس محدش قادر يشوفه اصلا من سرعته الجباره، وكأنه اعصار طاغي جدا داخل وسطهم وبيفرتك فيهم واحد ورا التاني. وديرداس بيتصدم، هو ايه اللي بيحصل؟ وفي تلك اللحظه بينزل عليهم كالاعصار والطغيان اللي ملوش حدود، والملك بيبص لنور ومصدوم من رعب قوته اللي ما تتصدقش، بس في لمح البصر بيختفي، والسيوف كلها بتنزل على الجنود بوم، بتسفك دمائهم. دي مجزره بالمعنى الحرفي، وحتى دروعهم بتطير في الهواء من قوه وجبروت نور اللي بيدخل وسطهم، وبيطير ويزيح كل اللي يقابله. ايوه يا صديقي، انه جنون العظمه بأم عينه. وديرداس بيترمى في الارض، ايه الكائن ده؟ وديرداس بيقول ايوه، هو اللي كان واقف هناك مع البطله إنس، بس ازاي جه كل المسافه دي بالسرعه المجنونه دي؟ ونور بيقرب من ديرداس، سامع ركبك بتخبط، مهزوز مخضوض متلخبط. ديرداس مرعوب جدا يا جدعان. وفي اللحظه دي نور بينطلق بسرعه ويكمل لعب مع باقي الجيش، وحرفيا ديرداس بيترعش، وفجاه بوم، بيلاقي مدافعهم واسلحتهم السريه مرميه قدام عينه. ايه اللي صابنا فجاه؟ كان من ثواني محوطني اكتر من 100,000 جندي مجهزين باعلى واقوى التقنيات والاسلحه، في لحظات كلنا بقينا مرميين في الارض، كل حاجه اتدمرت في لحظات. وفجاه بيظهر نور قدام ديرداس وبيشوف السيف بتاع نور، وبيقول السيف ده كنت شايفه ورا كرسي العرش بتاع الملك كلاي، وده ابو لين، مستحيل اغلى واثمن كنز على وجه الخليقه ليه في ايد الكائن المرعب ده. وانا فاكر ان السيف ده مصنوع من معدن مجهول، مفيش بشر على وجه الارض يقدر يشتاله، ازاي اللي واقف قدامي ده شايله ونازل فينا دعك كده؟ ونور واقف قدام ديرداس وبيضحك، وديرداس هيموت من الرعب، وبيقوم ويقف وبيجري على حصانه وبيجري وبيصوت. يا جدعان، حرفيا نور رعب ملوش حدود، واقف بطوله قدام جيش كامل مكون من 1000 جندي، وما قدروش حتى يخربشوه، لا وكمان ملكهم بيجري وبيهرب من الخوف والرعب. عنده حق بصراحه، نور فشخ كل توقعاته وموازين القوه. بس في اللحظه دي بيحس نور بألم قوي جدا في قلبه، وبيقع على الارض وبيكون هيغمى عليه، وبقيه الجنود بيتلموا حواليه. بس في اللحظه
اللحظه دي بيجي هجوم قوي جدا من بعيد، وبتكون دي معلمه الرمايه، وبعدها على طول بوم انفجار قوي جدا بيقضي على الجنود، وده هجوم جيليبارت. وجيليبارت بيبص على المدعكه او المجزره اللي عملها نور وبيكون مصدوم جدا. وفي الوقت ده بيجي معلم المبارزه كمان وبيقول لنور انا مش عارف انت مين، بس شكرا جدا ليك انت منقذنا. وبعدها بيروحوا وبينطوا وبيخرج قوه هائله جدا وبيفرتك جنود كتير جدا، وكمان بيوصل لحكيم الساحر ومعاه معلم الشفاء. والحكيم بيقول العدو ما توصاش بينا وفشخونا حرفيا، بس دلوقتي اتقلبت الترابيزه واحنا مش هنسمع عليهم. وبيستدعي السحرة بتوعه وبيوصل جيش المحاربين كمان، وحرفيا بيعذبوا ويفشخوا في قوات العدو. ونور بيقول ايوه دول الاساطير الستة والمعلمين اللي كانوا بيعلموني من زمان، ودي اول مره نور يقابلهم من سنين السنين. وهنا معلمه الرمايه بتبص على نور وبتقول ايوه المقاتل الاسطوري واللي انقذ حياتنا كل الفتره دي اكيد هو. وكمان معلم الجواسيس بيقول ايوه انه الطفل المعجزه نور. وبعدها لين بتعالج نور، ومعلم المبارزه بيقول للحكيم قواتهم كلها اتدمرت بس شكل الحاكم بتاعهم هرب. فالحكيم بيقول هو العجوز الغبي ده اتجرأ واظهر نفسه في الحرب. فنور بيقول عجوز؟ انا شفت واحد عجوز كده كان لابس درع ذهبي بيلمع ومعاه حصان لابس زيه. فالحكيم بيقول اكيد ده الدرع الاسطوري. فمعلم المبارزه بيقول بس للاسف مش هنقدر نروح وراه لو هرب وعدى الحدود ووصل لمملكته. فالحكيم بيقول ايوه عندك حق، بس لو كان في طريقه بس نطير بيها كنا هنقدر. فنور بيقول هو ده ممكن على فكره. فبيقولوا له ازاي؟ فنور بيقول عندي طريقه، وبياخدهم كلهم عند كبير التنانين. والحكيم مصدوم انا مش مصدق نفسي، انا واقف قدام الكارثه والقوه الاخطر في العالم وشايفه قدام عيني عادي كده. وحتى معلم العلاج مصدوم جدا، فعلا دي لحظه تتسجل في التاريخ. وبيستخدم سحره وبيعالج ملكه التنانين. وبيقول وكمان حاجه كبرت قوي يا نور. فالحكيم بيتصدم انت قصدك ان الجبار ده يكون نور؟ فبيقول له بالظبط عرفت اول ما شفته. ونور بيسلم عليهم، وبعدها الحكيم بيقول له بس يا نور انت متاكد انك هتقدر تسيطر على الكارثه اللي قدامنا دي؟ انا عارف انك هزمته وده في حد ذاته حاجه جباره جدا، بس برضه ان حد يسيطر على كبير التنانين دي حاجه اعجازيه برضه. فبيقول له ما تقلقش. وفي اللحظه دي الملكه بتفوق وبتصرخ بصوت عالي جدا وبتكون عاوزه تنتقم من مملكه السحر اللي غدروا بيها. ورولو بيقول لنور عاوزك تأمره بالهجوم وانه ياخد طاره منهم. فالحكيم بيتصدم انت حتى يا نور بتقدر تسيطر عليه لكل الحد ده؟ انت حرفيا مرعب قوي يا نور. وبيجي معلم الجواسيس وكمان بيجي الامير رين ومعاه الملك، بس الامير بيقول انا هاجي معاكم عشان اكيد هتحتاجوا التفاوض السياسي فلازم اكون موجود. وبيركبوا كلهم على ظهر التنين، والحكيم والملك هيفضلوا هنا يحموا المملكه قدام اي ظرف طارئ. والملك بيقول انت يا رين هتولى كل الامور القياده، اما بقى بطلنا الاسطوري نور اسف ان بطلب منك المساعده كتير بس عاوزك تحميهم كلهم. فنور بيقول له ما تشغلش بالك، وبعدها التنين بيطير. وهنا معلم المبارزه واقف مع معلم القتال، ومعلم القتال بيقول له ضميرك مرتاح دلوقتي بعد سنين طويله؟ اخيرا لقينا الطفل المعجزه نور. فبيقول له في الحقيقه ما كانش محتاج اي مساعده مننا، بل احنا اللي من غيره كان زماننا دلوقتي تراب مرمي في الارض. فالتاني بيضحك وبيقول له كلامك مظبوط، حتى نتخطى قوتنا احنا الاساطير السته مجتمعين، بل كمان احنا ما نجيش جنبه حاجه دلوقتي. ومعلم المبارزه بيقول ايوه فعلا، وبنعرف انه لما كان بيجري بسرعه عشان يشوف جيش امبراطوريه السحر اتصدم من الرعب والجبروت اللي شاف قدامه منظر لم يشهده العالم من قبل، دمار وخراب اقوى جيش في العالم على ايد مقاتل واحد بس، وهو الطفل المعجزه ومنقذنا، بل واصبح بالتاكيد الاسطوره الحقيقيه للبشر نور. وهنا التنين والباقي قربوا يوصلوا لامبراطوريه السحر وبيشوفوا دردس قرب جدا من بوابه مملكته. فمعلم الجواسيس بيقول هو خلاص قرب يدخل الحصن، ولو دخل مش هنقدر ندخل وراه، لان لو دخلنا احتمال ما نطلعش من جوه احياء بسبب المدافع المرعبه والاساطيل من الاسلحه الجباره اللي هناك. بس الامير بيقول بس برضه مش هينفع نسيبهم ياخدوا نفسهم ويستعدوا من تاني ويشنوا الحرب علينا، لازم نقضي عليهم كليا. ودلوقتي هيبدا رد الفعل الاقوى في تاريخ البشريه، بداوها بالحرب وهننهيها بالحرب، والهلاك والدمار اللي هيحل على رؤوسهم. وبتبدا انس وبتخرج سيفها المقدس وبوم بتدمر سور المملكه، وبيكملوا وبيدمروا اكتر، وانس بتهجم بقوه كبيره جدا على حصونهم وبتدمر فيها. والامير بيقول للين اسمعي يا لين خليكي جاهزه عشان من اللحظه دي هنقتحم اراضي العدو. وبتقول له انا مستعده، وبتقول لنفسها كل اللي موجود دلوقتي عندهم قوه خارقه لاقصى درجه، وبالاخص معانا القوه الاعظم في هذا العالم وهي قوه المعلم نور، فما فيش داعي للقلق. وفي الوقت ده ديريتاس بيكون خلاص قرب يدخل حدود مملكته، وبيدخل فعلا وبيكون
بيكون غاضب جدا وبيطلع للقاعده المركزيه. وفي اللحظه دي حد من الوزراء بيشوف حاجه. ايه اللي هناك ده يا جلاله الملك؟ ودردس بيبص وكانت الصدمه، بيشوف قدامه الرعب المطلق اللي اطلقوه على السكان الابرياء، ودلوقتي راجع لهم عشان ينتقم. ودردس وبقيه الوزراء خايفين ومرعوبين جدا، ودردس قاعد يخبط في وزرائه ومش همه حد. وقائد قوات النخبه بيمشي، ودردس بيقول فعلوا القوه المطلقه والهجوم الفتاك. فبيقول له قصدك على ايه يا ملك؟ فبيقول ايوه اللي في بالك هو الكيرانوس. وكلهم بيصدموا، وبيكون ده سلاح جبار جدا لسه بيجربوه، وقوته ممكن تدمر مملكتهم كمان بسبب رعب قوته. وبيقولوا له خطر جدا يا جلاله الملك، نهجم بيه جوه المملكه. فبيقول لهم انتوا هتعرفوني شغلي ولا ايه؟ ده امر، انتوا مش شايفين الكارثه اللي جايه علينا؟ لازم نتصرف. فواحد بيقول له بس الاضرار اللي هتحل عننا كبيره جدا. فدردس بيديله بالرجل وبيلزقوا في الجدار. اعملوا اللي بقول لكم عليه، ضربه واحده اللي محتاجينها هتبخرهم كلهم في غمضه عين. واحد بيجري فعلا وبيكون رايح يفعل السلاح الذري ده، وبيوجهوه فعلا ناحيتهم وبيجمعوا الطاقه لدرجه ان طاقه المملكه كلها بتستنزف. ودردس بيقول دلوقتي هتشوفوا العظمه والرعب الذي لم يشهده العالم من قبل. وبيهجموا باقصى قوتهم وبيطلقوا عليهم بقوه مرعبه جدا، وكلهم بيتصدموا. ايه القوه الهائله دي؟ معقوله دي النهايه؟ لا والله. فنور لديكم لا خوف عليكم. نور بيتحرك بسرعه هائله جدا وبينط وبوم بيرزع الهجوم ضربه تهز الكره الارضيه تما. وكلهم مش مصدقين الطغيان اللي وصل له نور، ودردس والوزراء مش مصدقين ومرعوبين جدا. خلاص احنا انتهينا، وبيجروا كلهم وبيسيبوا دردس لوحده. وفي اللحظه دي بسبب تصدي نور للهجوم الفتاك ده، فبيتجزأ لوابل مرعب جدا من الهجمات الفتاكه اللي بتمطر على مملكه السحر كامله، وبتفجر كل حاجه في المملكه. ايوه كده، حس باللي حسسته لغيرك يا جدع. وبيقع على الارض. لا ده لسه اللي جاي كتير. وفي اللحظه دي نور بيقع على المبنى وبيقتحمه. وفي الوقت ده قوات النخبه بيعملوا انقلاب على دردس وبيحاصروه، وبيكونوا هيقتلوه ويسلموا جثته للامير رين، عشان دي الطريقه الوحيده عشان المملكه دي تنجو من الهلاك. يا دردس لقد انقلب السحر على الساحر. وقائدهم بيكون هيقتل دردس، بس في اللحظه دي بينزل قدامهم نور وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل هنا. وقائد النخبه بيقول انت مين يا جدع انت؟ فبيقول له بالراحه كده، فحد بيهجم عليه بس نور بيتصد لضربته وبيمسك دماغ دردس وبيلزقها في الارض. وبيقول لهم انتوا بتهجموا عليا ليه يا عم انت وهو؟ فالقائد بيقول خدوا بالكم الراجل ده قوي جدا، لازم نهجم عليه هجوم واحد في نفس اللحظه. وبيهجموا عليه فجاه بس من غير اي فايده. نور بيتصدى لهم كلهم بكل سهوله، ونور مش فاهم حاجه وبيقول لهم بالهداوه كده انتوا عايزين تضربوا راجل عجوز برضه مش عيب؟ فواحد بيرمي عليكم بلا متفجره. فنور بيكون عاوز يبعد دردس، فبيديله حته رجل بترزعه في الجدار. يخرب بيتك يا نور. وبيقول لهم هو ده مش الامبراطور بتاعكم؟ انا ما عدتش فاهم اي حاجه. فبيقول له مالكش دعوه، وبيرموا قنابل كتير على دردس. بس نور بيروح بسرعه وبيمسك دردس بيرميه بعيد على اساس انه بيحميه من القنابل. يخرب بيتك يا نور، ده ضربات نور اقوى من القنابل 1000 مره. ونور بيقول لهم بالهداوه يا رجاله في ايه؟ فواحد بيقول له انت عبيط، انت عاوز تقتله انت كمان ولا ايه؟ فبيقول لهم لا انا بحميه منكم. وفي اللحظه دي بيدخل الامير رين والباقي، ومعلم الشفاء بيقول مفيش حاجه انكم تقتلوه، احنا هناخده ونتعامل معاه بنفسنا. وبعدها نور بيروح مع لين عشان تعالجه، والامير هيتفاوض معاهم. والامير بيروح لدردس ودردس بيتوسل له سيبوني في حالي. فبيقول له نسيبك في حالك بعد كل اللي عملته؟ بس عارف انا هسيبك. ودردس بيفرح ولسه ما كملش فرحته، رين بيقول في 23 واحد من امتي مفقود، و19 اتدفنوا تحت التراب، و30 اتحرقوا لحد ما اتفحمت جثثهم، و38 مصاب. وكل ده غير اللي اجسامهم اتحطمت وبقت اشلاء مشوهه بسبب الوحوش اللي اطلقتها، ودول 127 شخص، وده كله عدد ضحايا بلادي. فدردس بيقول قصدك ايه بالكلام ده؟ فبيقول له زي ما قلت هسيبك في حالك بس بعد ما تنال العذاب الكافي اللي يكفر عن كل الضحايا دي. اوبا. وقوات النخبه بيوافقوا وما بيعترضوش على ده. يا ليلتك السودا يا دردس. وكمان معلم الشفاء بيقول ما تقلقش من اي حاجه، انت يعني مهما تقطع لك ايد او رجل او تكسر لك ضلع انا موجود وهعالجك. دردس يتمنى الموت ولا يشوف الكابوس اللي هيحصل له. وبعدها بيمر الوقت ولين بتعالج نور، وبعدها بيخلص الامير واللي معاه وبيوصلوا اتفاق سلمي للطرفين. فنور بيقول طب الحمد لله الحرب خلصت قبل ما تبدا. ايه انت يا جدع؟ وكلهم متسمرين مكانهم من الصدمه. تجبار يا جدع، بعد كل ده وتقول لي لسه الحرب ما بداتش؟ وبعدها بيجي قوات النخبه وقائدهم بيتاسف لنور وبيشكروا جدا على ايقافهم في اللحظه الاخيره، لان لو كانوا ما سلموش دردس للامير رين كانت امبراطوريه السحر هتهلك بالمعنى الحرفي. وبيهزروا مع بعض، والقائد بيقول لو احتجت اي مساعده احنا موجودين ونفديك برقبنا يا اسطوره نور. وبعدها بيركبوا على ظهر التنين وبيحلقوا عاليا وبيوصلوا اخيرا للمملكه
المملكة، والملك بيستقبلهم وبيقول قبل اي حاجة لازم اشكر منقذنا واسطورتنا نور. فالامير بيقول ايوه لازم نكافئه بمكافأة ضخمة. فبيقول لهم لا مش عاوز حاجة. فبيتصدموا ازاي يعني لازم تاخد واجبك، وبيصروا انه يكافئ نور. فنور بيقول له طب انا مش عاوز غير انكم تسمحوا للطفل رولو ده بالحياة في المملكة وسطنا ونضمن له عيشة كريمة. وكلهم بيتفاجئوا بطيبة قلب نور، ونور بيقول وده كل اللي عاوزه، ولو عاوز تكافئني فاللي بيوتهم اتدمرت كتير عوضهم وكافئهم عن خسارتهم دي بدالي. وكلهم مش مصدقين طيبة ونقاء قلب نور. كم انت عظيم يا نور. وحرفيا نور بطل بمعنى الكلمة، واصبح نور الاسطورة الخالدة للبشرية كلها. ونور بيروح لمكان نقابة المغامرين وبيمسك اليافطة وبيقول ياه مرت سنين كتيرة عن اول مرة جيت فيها هنا، وكان حلمي وهدفي ان ابقى مغامر واساعد الناس، ودلوقتي اصبحت يا نور بطلا ومنقذ البشرية كلها. وبعدها عاشوا حياة هادية وجميلة جدا. وهنا خلصت حكاية بطلنا الطفل المعجزة نور. يا صديقي حكاية كانت مليانة عظمة وجمدان، ولازم تقول لي رأيك يا صديقي في العظمة بتاعت النهاردة. وأراكم في لقاء آخر، ويلا سلام.